بارت 2 من تجهيزات العروسة، بس المرة دي احنا جبنا لكم الرفايع، والمحل ده بجد شامل كل الرفايع اللي انت ممكن تتخيليها اللي لسه نازلة حديثة. يعني حتى لو انت جبتي وحابة انك تجددي في حاجتك حاجتين تلاتة مفيش مشكلة. عايزة اقولك ان هو عنده كل الرفايع بكل الاشكال، يعني انت تقدري تروحي هناك تجمعي كل حاجتك. عنده المنظم اللي هو بيبقى فوق التويليت، عنده شايلة الكحك والبسكويت بطريقة مودرن، عنده اطقم التوابل، عنده الصواني الاكليريك، عنده كل حاجه. يعني ده هون ده جرانيت تحفه وتقيل جدا، يعني تقدري هتفرمي بيه حلو. دي المعالق بتاعت التوابل والسكر، شكلها كيوت كده وجديده عكس المعالق التانية اللي هي بتبقى الاكليريك او البلاستيك. طقم التوابل ده يجنن، لما بيتحط في المطبخ بيدي منظر فظيع. العلب دي في منها كل الاشكال، يعني انا هوريكي دلوقتي كذا شكل قدامكم اهو. ده تقدري تحطي فيه كوكيز، تحطي فيه حاجات في المطبخ، تخزين الرز والشعرية والحاجات دي. ده الشايلة بتاعت الكحك والبسكويت، ودي برطمانات للسمنة اللي هو تقدري تخزني فيها السمنة. دي بقى الاشكال بتاعت البطرمانات اللي بقولك عليها، تقدري تضيفي فيها كل حاجة انت عايزة تعمليها سكر، عايزة تستعمليها انك تبقى ديكور بس، زي ما تحبي استعمليها. في طقم التوابل اللفاف ده، عندك هناك البرادات اللي هي بيبقى جواها فلتر. الازازه دي بتاعت الزيت بجد شكلها تحفه جدا، لو جبتيها او جبتي خوذ زي اللي هوريهولك دلوقتي وحطيتيه فيها هتبقى تحفه. المج المشهور بتاع جود مورنينج موجود برضو هناك. البرادات اللي بفلاتر جوه اللي تقدري تحطي فيها اليانسون الشاي او اي حاجه وتطلع لك بالفلتر بتاعتها. الكوبايات بتاعت العصير اللي نازله جديده، كل حاجه انت عايزاها بتشوفيها اونلاين، بتشوفيها في اي حته. انا عايزه اقولك انك هتلاقيها هنا وبجميع اشكالها. يعني عايزه اقولك هتروحي مهما كان المبلغ اللي معاكي انت تخلصيه في وقت محدود. انا بوريكي كل الاشكال المتوفره في فناجين القهوه دي برده مكتوب عليها جود مورنينج، يعني انت ممكن تعملي طقم كبير من اللي هو الشاي على ده. ودي برضو الاشكال كلها بتاعته. في الحله اللي هي البايركس دي تحفه، وده منظر تاني برضو من الازاز بتاعت الزيت، تقدري تحطي فيها زيت، تقدري تحطي فيها خل، زيت زيتون، صويا صوص، اي حاجه انت عايزاها. دي بقى اللي هو المنظم بيتحط فوق التويليت او يتحط في الحمام عموما فوق الغساله، ده متوفر عنده. شكل المنشر ده برضو موجود في الحمام. الحلل البايركس دي تحفه، بتعملي فيها كل حاجه، بتبقى شكلها كيوت جدا. تقدري تجيبي منها حله، مش لازم تجيبي يعني كذا حله، تقدري تجيبي منها حله واحده. عنده جميع اشكال البخاخه بتاعت الزيت. آه كل حاجة فعلا متوفرة هناك. عنده المنظم بتاع الأحذية ده، تقدري برضو ترتبي فيه الهدوم زي ما تحبي. القطعة دي بجد بتجنن في المطبخ، تقدري تحطي بيها التوابل لو انت ما عندكيش المنظم بتاع التوابل، تقدري تحطي فيها الخضار، تقدري تحطي فيها الفاكهة، تنظميها زي ما انت حابة. الميزان بالجرامات متوفر عنده. المصفى بتاعت الدهون دي اللي هي بعد ما تطلعي البطاطس بتصفيه فيها وتحطيها فيها. شكل البخاخة دي تحفة. ده الطقم كامل اللي هو بتاع التخزين، اللي هو العلافة اللي بتحط فيها المكرونات والرز والشعرية. مقصات موجودة. دي أشكال كاملة من الكوبايات بتاعة العصاير التحفة بجد، يعني تقدري تجيبي منها كل حاجة. هي مش غالية قوي، بس هو مش حابب ان هو يقول أسعار، لأن ساعات الأسعار بتنزل ساعات الأسعار بتعلى، فهو مش عايز يلزم نفسه بكلمة ويرجع فيها. يعني ده شيء يحترم منه، ان هو مش عايز يخدعكم في حاجه، ان هو يجيبكم لحد عنده وفي الاخر يقول لكم لا مثلا اسعار غليت. الصواني دي كلها متوفره. عايزه اقول لك الضغط بتاع البرجر اللي هو بيدي شكل البرجر ده موجود. القطاعه انت لازم تجيبي كذا قطاعه، قطاعه للخضار وقطاعه للحوم، عشان ما ينفعش اللي استعملناه هنا نستعمله هنا. الصواني الخشب دي تحفه، في منها كذا شكل زي ما انا وريتك. علب التلاجة المبشرة دي يعني هتلاقي اغلب البلوجر والفود بلوجر بيستعملوها. المنظمات دي تحفة. هوريكي كمان دلوقتي طقم كده عبارة عن 3 قطع، تقدري تستعمليه سكر شاي قهوة او ملح وفلفل وكمون، يعني حسب رغبتك استعملي. الورق الزبدة بتاع الاير فراير موجود، حتى الاطباق اللي هي السيليكون بتاعت الاير فراير برضو موجودة، يعني مش هتحتاري لو انت بتدوري عليها كتير هتلاقيها هنا. المكان ده شامل كل حاجة، او دي ال3 اللي بقولك عليها، في كذا منها شكل. دي تقدري تستعمليها زي ما انت عايزه، زي ما قلت لك تقدري تستعمليها توابل، تقدري تستعمليها سكر تقدميها للناس بدل السكريه. شكلها شيك جدا ومنظمه. عنده المصفى، بصوا الصواني الالكتريك دي شكلها تحفه جدا، الايد بتاعتها مدهبه. عنده برضو الاطباق بتاعه التقديم، تقدري انك تجيبي طقم كامل مدهب زي الحلل دي، في مصفى مدهبه.
اللي هي اللون الجولد دي بتبقى تحفة برضو. دي بقية الصواني. عندك اللي هي العلبة بتاعة المناديل، ده المنظم تقدري تستعمليه للبناطيل ترصي فيه البناطيل. عنده كمان المصفى بتاعة المعالق دي اللي هي الدبل. عنده الحاجات اللي هي بتتحط تحت البايركس لما تطلعيه سخنة وتطلعي اي حاجة سخنة بتحطي الاشكال دي تحتيها. بصي دي مصفى، دي بولات تقدري تعملي فيها التتبيلة، تعجني فيها برضو لونها الجولد ده. عنده حتى الحبال بتاعة الغسيل، دي الخوص اللي بقولك عليها اللي تقدري تجيبي الازاز بتاعة الزيت دي وترصيها فيها مع اي ديكور من ديكورات الورد دي تحفة. الزبيدة دي بتبقى ملفوفة كده بنوع قماش معين بتقدري تطلعي بيها المعجنات، العيش، بتمتص الزيوت الزيادة. الاطباق دي برضو بتاعت الفاكهة، دي الاطباق بتاعت الزبدة اللي بتستعمليها في الاير فراير تحفة. عنده المناديل، عنده الساخ الشاورما. الاطباق دي زي ما قلت لك اللي هي تقدري تستعمليها فاكهه، تقدري تستعمليها اي حاجه انت عايزاها. حتى عنده الحاجات الخشب اللي هي بتتحط تحت الكوبايات عشان ما تعلمش في الترابيزه او تعلم في الحاجه. عنده حتى المنظم بتاع الحمام، اللي هو بيبقى الباسكت والفرشه بتاعت التويليت. كل حاجه بجد انت محتاجاها هتلاقيها وهتلاقي احسن كمان. انا ده محل، يعني ده من افضل المحلات اللي هي موجوده في الشارع ده بجد. انا هوريكي محل تاني دلوقتي، ده تحت وكالة الازهر. يعني اسألي على الشارع بتاع وكالة الازهر، المحل ده تاني محل اسمه النحاس. ده بجد بقى تاني محل بعد المحل الاولاني اللي وريتهولكوا. بص برضو موجود في كل حاجة. الاطباق دي انا سألته هي بتحط على النار ولا بتتغرف فيها بس، قال لا تنفع الاتنين. عندك بقى تكملي بقى الجولد، عندك هنا المضرب الجولد وعندك كل حاجة جولد. الخلايا بتاعت الزيتون دي او بتاعت الكريز موجودة. هوريكم برضو اشكال تانية دلوقتي من اطباق الفاكهة. عنده الصواني بتاعت الكب كيك، السكاكين اللي بتقطعي بيها التورته عشان تطلع منظمة. الطبق الاسود ده برضو طبق فاكهة بتقدري تستعملي فيه انك فاكهة بقى تحطي خضار. عنده كل القوالب بتاعة الكيك اللي تحبي تستعمليها. دي نوع مبشرة وتحتها في نوع تاني. عنده المقصات، عنده بتاعة الخضار، عنده المقص بتاع الفراخ، عنده المقص العادي. عنده حتى الساخ الشيش تاووك اللي هي الستانلس اللي هي مش هتستعمليها مرة تتحرق منك وتترمي، تقدري تصبعي فيها الكفتة، تقدري. عنده قطعة التفاح، عنده الكنك بتاع القهوة الفارت ده، عنده المعالق اللي تقدري تقلبي بيها وتغرفي بيها، البولات الخشب اللي بتقدري تتبلي فيها برضو اللي هي هتلاقيها برضو اغلب البلوجر بيستعملوها. ده بقى تكملي بقى الطقم الجولد اللي هو القطاعات، وفي اللي هي اللون اللي هو النحاسي ده برضو تحفة جدا. عنده اشكال كتير قوي من المقاور اللي هي بتاعت الكوسة اللي هي العادية. كل حاجة بجد متوفرة هناك. الاكياس، الورق الزبدة، المفرش اللي بيتحط على الترابيزه اللي هو بتاكلي بيه ده وترميه بعد كده اللي هو استعمال مره واحده. عنده البولات اللي هي بتعجني بيها، دي السياخ بتاعت الشيش تاووك او تقدري تستعمليها كفته زي ما انا قلتلك. عنده المساكه الجولد دي شكلها تحفه جدا، تكمله للطقم الجولد عادي. الهراسه بتاعت البطاطس دي لا غنى عنها، يعني بتبقى تحفه جدا. المكان ده كبير جدا ومتوفر في كل حاجة، لدرجة انا في حاجات ما معرفتش ان انا اجيبها لكم عن قرب. عنده كل مستلزمات الحلويات، حتى القطاعة اللي هي عاملة زي المنشار دي اللي هي بتقطعي بيها الجاتو. عنده القمع بتاع الكريم شانتيه او لو هتعملي البسكوت. عنده اللي هي الصواني بتاعت الاكل دي. هتلاقي كمان الشماعات هناك، ودي المصفى اليدويه العاديه. المعالق الخشب دي عشان تقدري تستعمليها في العسل، لان العسل طبعا احنا بنستعملوش اللي هو المعالق الستانلس علشان ما يأكسدش. دي بقى حاجات اللي هي بتاعه المطاعم، عارفين المطاعم الكشري والاكل والحاجات دي برضو متوفره هناك. يعني اللي عنده محلات وبيدور على الحاجات دي متوفره هناك برضو. عنده المعالق الخشب دي بتتباع فرد. المفرش السيليكون بتاع العجين اللي بتعجني عليه بدل ما تعجني على الرخامه، وممكن يكون فيها حاجه انت ما تقدريش تاخدي بالك منها. عنده حتى الغطا بتاع الغسالات، يعني كل حاجه هتروحي تجيبيها من هناك حرفيا، مش هتحتاجي حاجه من بره. شارع مول وكالة الازهر في العتبه، شارع بورسعيد.